السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله وصفة القطايف. طبعا كلنا مش بنستغنى عنها في رمضان وكلنا بنحبها جدا. عايزة اقول لكم هتطلع معاكم مظبوطة جدا من اول مرة، وهتكون احلى قطايف ممكن تدوقوها، واخدة تسوية مظبوطة وقوامها ناعم. وهقول لكم ازاي نعمل حشوة مكسرات حلوة جدا، وكمان هنعمل شربات القطايف المظبوط. يلا بينا نبدأ، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنحتاجها كوباية من الدقيق، دقيق فاخر أو دقيق متعدد الاستخدام، وعليها ربع كوباية من السميد الناعم وده اللي بنستعمله في البسبوسة، وعليهم معلقة كبيرة من الحليب البودر وده بيديها لون حلو جدا، وكمان معلقة كبيرة من السكر البودر، وربع معلقة صغيرة من الخميرة، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واخر حاجة رشة صغيرة جدا من البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، وفي ناس بتقول عليها بيكربونات. ورشيت كمان على الدقيق رشة ملح صغيرة علشان تظبط الطعم. هنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا. احنا هنعمل الوصفة بتاعت القطايف النهاردة من غير خلاط ومن غير هاند بلندر، يعني هنعملها بالمضرب اليدوي وهتطلع معاكم ناجحة جدا ومظبوطة. كده خلاص قلبنا كل المكونات الجافة مع بعض كويس جدا. هنبدأ نزود معيار المية. كمية المية اللي هنحتاجها للمقادير اللي احنا قلنا عليها من كوباية وربع لكوباية ونص حسب نوع الدقيق اللي بتستعمله. اهم حاجة ان المية لازم تكون دافية. هنبدأ نزود المية شوية بشوية ونقلب لحد ما نظبط القوام. اول ما توصلوا لقوام ناعم ومفيهوش اي كتل خالص هتوقفوا ضرب على طول، وهو مش هياخد معاكم وقت خالص لان المية الدافية هتساعد ان كل المكونات تختلط ببعض بسرعة. هنوصل لقوام ناعم ولا تقيل ولا خفيف، قوام عجينة القطايف بيكون متوسط كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. وده شكل قوام عجينة القطايف في الاخر، ناعمة وريحتها حلوة جدا جدا. طبعا لو عايزين تستعملوا الخلاط او الهاند بلندر عادي جدا، مفيش اي مشكلة، بس انا حبيت اوريكم ان هي برضو هتطلع معانا مظبوطة جدا بالمضرب اليدوي. هنبدأ نصفي عجينة القطايف في اي حاجة عندنا يكون ليها بوز بالشكل ده كده علشان نعرف نصب منها في الطاسة. انا بحب اصفيها برضو حتى لو ضربتها بالهاند بلندر او في الخلاط عشان اتأكد ان القوام ناعم جدا معايا ومفهوش اي كتل. هي خطوة بس زيادة تأكيد ان القوام بتاع القطايف ناعم معانا. احنا طبعا عملنا كوباية دقيق واحدة، تقدروا تضاعفوا كل الكميات براحتكم لو عايزين تزودوا العدد بتاع القطايف، بس الكمية دي حلوة جدا. لو بتعملوا القطايف لفردين بس او 3 بالكتير هتكون كويسة جدا معاكم. هنغطي القطايف ونسيبها ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة، مش اكتر من كده. هنحتاج طاسة غير قابلة للصق وبدون اي مادة دهنية، هنسيبها تسخن على درجة حرارة متوسطة، مش عايزينها تسخن قوي. وبعد كده هنبدأ ننزل بعجينة القطايف. اول ما تحطوها هتلاقوا القطايف بدأت تعمل بابلز كده صغيرة من فوق، وده اكبر دليل على ان القطايف ناجحة جدا ومظبوطة. اول ما تلاحظوا ان الخليط اللي على الوش ده نشف كله هتبدأوا تشيلوا القطايف على طول، ما تسيبوهاش اكتر من كده. اول ما تلاقوا الخليط خلاص بدأ ينشف هتشيلوها على طول علشان ما تاخدش معاكم تسوية زيادة وتكون ناشفة وتفك معاكم في الحشوة. واهم حاجة في تسوية القطايف ان الطاسة ما تكونش سخنة قوي، يعني وانتوا شغالين لو لاحظتوا ان هي سخنت معاكم جامد شيلوها من على النار شوية وارجعوا حطوها تاني وكملوا شغل، علشان القطايف ما تاخدش لون من تحت بسرعة وما تكونش استوت من فوق ويطلع معاكم لونها غامق. وعايزة اقول لكم معلومة صغيرة، ان القطايف من الحاجات اللي ممكن نخزنها في الفريزر، بس طبعا هي ما ينفعش تتخزن بالشكل ده كده، لازم نحشيها وبعد كده نحطها في طبق مثلا ونغطيها بستريتش راب ونشيلها في الفريزر، لكن ما ينفعش تتخزن بالشكل ده. وكمان القطايف لازم تتحشى في نفس اليوم اللي اتعملت فيه. حاجة كمان هقولها لكم، اول ما تطلعوا القطايف من على النار سيبوها تتهوى شوية وبعد كده غطوها علشان ما تعجنش معاكم. شايفين ما شاء الله شكل القطايف، قوامها حلو جدا وناعمة وطرية خالص، وكمان ريحتها حلوة جدا جدا. انا كده سبتها تتهوى شوية، هبدأ بقى اغطيها لحد ما نجهز الشربات بتاع القطايف علشان ما تنشفش. شربات القطايف بيكون تقيل وبارد. هنحتاج كوباية من السكر وعليه كوباية الا ربع من المية، وهنحط عليهم عصير نص ليمونة. الشربات مش بيتقلب خالص، زي ما هو كده هنرفعه على النار وهنسيبه من 10 دقايق لربع ساعة. هيبدأ يغلي معانا بالشكل ده وهنلاحظ ان السكر بدأ يدوب خالص. بعد ربع ساعة هطفي عليه وهزود عليه شوية من الفانيليا السائلة
وهقلبه وهسيبه يبرد تماما علشان نستعمله للقطايف. نيجي بعد كده لحشوة المكسرات. اي مكسرات بتحبوها تقدروا تستعملوها. انا هنا استعملت سوداني ولوز وعين جمل، جرشتهم كويس جدا في الكبة. ممكن طبعا تزودوا حاجة او تنقصوا حاجة زي ما انتوا عايزين. هبدأ ازود عليها 1.5 معلقة صغيرة من السكر البودر، ده بيخلي الحشوة طعمها حلو جدا ومسكرة كمان من جوه. وزودت عليها كمان 2 معلقة صغيرين من جوز الهند. ممكن تزودوا كمان شوية من الزبيب لو حابين، بس انا بحب حشوة المكسرات بالشكل ده كده بيكون طعمها حلو جدا. هنقلب كل الحاجات اللي حطيناها دي مع بعض كويس جدا، وبكده تبقى حشوة المكسرات جاهزة معانا. حشوة المكسرات دي كمان ممكن تستعملوها في الكنافة، هتبقى حلوة جدا جدا. هنبدأ نحشي القطايف بالمكسرات. انا بحب اقفل الطرف بتاعها الاول، ده بيخلينا نتحكم احسن في كمية المكسرات اللي بنحطها وتطلع مظبوطة، ولا كتير ولا قليل زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ نكمل قفلها من كل الاطراف كويس جدا. وطبعا زي ما قلنا القطايف لازم تتحشى في نفس اليوم وتسيبوها متغطية علشان ما تنشفش. وزيادة تأكيد هنضغط عليها بايدينا كده من الاطراف كويس جدا علشان نتأكد ان هي اتقفلت معانا كويس. ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وزي ما انتوا شايفين كوباية الدقيق عملت معانا العدد ده من القطايف. طبعا تقدروا تضاعفوا الكميات وتزودوا العدد زي ما انتوا عايزين. هنقلي القطايف في زيت يكون سخن على درجة حرارة متوسطة، وهنزود عليه مكعب من الزبدة، ده بيخلي طعم القطايف حلو جدا. مجرد ما الزيت يسخن والزبدة تسيح هنبدأ ننزل القطايف واحدة واحدة ونسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. النار بتكون متوسطة مش عالية، ونقلب القطايف على كل ناحية كده باستمرار علشان تاخد لون حلو جدا معانا من الناحيتين. اول ما القطايف تاخد معانا اللون الذهبي الحلو ده هنطلعها على طول في مصفى لمدة دقيقة كده تصفي الزيت بتاعها شوية قبل ما ننزلها في الشربات. الشربات طبعا لازم نتأكد ان هو برد تماما. هبدأ انزل عليه القطايف بعد ما سبتها تصفي من الزيت حوالي دقيقة كده. هنقلب القطايف في الشربات مرة كده، وبعد كده نبدأ نطلعها على طول، مش بنسيبها كتير في الشربات. هنطلع القطايف في المصفى ونسيبها تتصفى كويس من الشربات قبل ما نقدمها. معلومة صغيرة، الحاجة اللي بنستعملها في الزيت واحنا بنطلع القطايف ما ينفعش تنزل في الشربات ونرجع نستعملها في الزيت تاني. وبكده تكون القطايف جاهزة معانا. حطيتها في الطبق ورشيت عليها شوية من المكسرات علشان تديها شكل حلو. شايفين واخدة لون ذهبي حلو جدا ومظبوط. طعمها حلو جدا وريحتها بجد كانت تحفة وقلب البيت. خطيرة بجد، مقرمشة وتحفة جدا جدا. وبصوا كمان شكلها من جوه طرية جدا من جوه ومقرمشة من بره. وكمان ولا شربت زيت ولا المكسرات خرجت من جوه القطايف، يعني مظبوطة من كل النواحي. هستنى تجربوها تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان تشتركوا في القناة علشان يجيلكم كل الوصفات الجديدة. شكرا جدا على وجودكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.